يلقي على مسامع حضراتكم أستاذنا الجليل ومعلمنا المفضل صاحب الفضيلة مولانا الإمام الشيخ سيد الغطامي، فليتفضل صاحب الفضيلة بإلقاء الكلمة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. حمدا يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. حمدا يا ربنا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء وأهل المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا شبيه ولا مثيل له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. عطروا الزمان والمكان بكثرة الصلاة والسلام على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يذكر الآن في الملأ الأعلى فليعطر فمه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصعد بها ملك إلى عنان السماء وتبلغ هذه البرقية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك الآن، فاللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على القمر المنير، رحمة الله للعالمين، سيدنا محمد الذي قال له ربه: وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا إلي كل باب ما أذنت لهم حتى يأتوا خلفك يا رسول الله. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، شكر الله لكم السعي جميعا، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، وجبر الله خاطركم، ورحم الله موتانا وموتاكم. وأسأل الله تبارك وتعالى باسمه العظيم الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يرحم الأخ عبد الله رحمة واسعة. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته وأكرمه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان غير ذلك فتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين. وبعد، ما كان لي أن أتحدث معكم اليوم، ولكن هذا هو قدر الله. يقول الحق تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. انتبه أيها الكريم، فهذه رسالة لك من الله،
أن لك أثر في الأرض ولك أثر في السماء، لك أثر في الأرض في موضع سجودك. قال ربنا تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوما هذه الصورة التي اسمها يزلزل الكيان كله، سورة الزلزلة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، علامة كبرى من علامات قيام الساعة، ونحن نرى الآن الزلازل من حولنا، ونرى الآن الآيات من فوقنا ومن تحتنا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. ويتعجب الإنسان، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال النبي لأصحابه: أتدرون ما هي أخبارها؟ اسمع يا اللي شاغل نفسك بأخبار الذهب، أخبار الدولار، الطماطم بكام، الغاز وصل لحد فين. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قال النبي: أتدرون ما هي أخبارها؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. وشوف أدب الصحابة مع سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصحابة وهم أعلم الناس بهذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومع ذلك لا يتحدثون ولا يفتون. لكن انت بتيجي النهاردة عند الدين وتلاقي الكل عايز يفتي، ومش بيفتي وبس، لا، ده بيقول حلال وبيقول حرام، ده بيقول لك ينفع وما ينفعش، مع أن رب العالمين قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اوعى تتجرأ على الدين. ده انت لما بتيجي تكشف ما بتكشفش عند مهندس ولا بتروح لمعلم، لا، بتقول دكتور والتخصص اللي انت بتشتكي منه. كذلك الدين هو علاقتك بربك، لا تستفتي فيه احدا الا من اهل العلم. ما هو اللي بوظ الدنيا النهاردة كلها ايه؟ كل من هب ودب لبس طاقية ركب الترند طلع يتكلم في الدين. لا، فقال النبي للصحابة: أتدرون ما هي أخبارها؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخبارها أن تشهد الأرض على ابن آدم يوم القيامة فتقول: لقد فعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. انت متدبر؟ هذه هي أخبارها. هتقول هنا قرأ القرآن، هتقول هنا أحسن على اليتيم، هنا ذكر الله عز وجل، هنا غض بصره عن الحرام. هذه هي أخبارها، وهذه هي آثار الإنسان. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. شوف الآثار النهاردة بتاعت عبد الله رحمة الله عليه. أسأل الله عز وجل أن يجعل شهادة الجميع في ميزان حسناته. ما فيش حد بيقول إيه إلا كان صاحب خلق طيب، ده كان محب للعلم، ده كان محب ويتدارس القرآن الكريم. هذه هي آثاره وتلك هي أخباره.
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الآثار بتاعتك ايه؟ مش الآثار اللي انت بتدور عليها ووجعت عشانها الجدران، لا، آثارك في نفسك وفي معاملاتك مع الناس. لما سئلت السيدة عائشة رضوان الله عليها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. هو دي أثر النبي ما صلى عليه. طيب انت النهاردة لما بتحصل المشكلة اول كلمة بتقولها بتقول لك من يوم ما اتجوزت ما شفتش معاه يوم، وعشتك كلها زي ما انت عارف. هذه هي آثارك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل شيء في الميزان فقال حسن الخلق. حاضر. حسن الخلق أن تتعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة. الابتسامة مش هتكلفك حاجة والله. لما تقابل واحد ابتسم في وشه لله، لأن سيدك النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. ولما تلاقي جارك بيبني ما تجيبش نص حجر وتحطه في قلب الشارع علشان ما يعرفش يدخل الخلاطة ولا الرمل ولا الزلط. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإماطة الأذى عن الطريق. طب ما تشيل بقى الحجر اللي انت حاطه ده والدبشتين اللي انت حاططهم علشان الواد ما يخشش بالموتوسيكل وفلان ما يلفش بالعربية. يا جماعة احنا اخلاقنا عدد في الحضيض. اين اخلاق القرآن؟ اين الاثار الطيبة؟ يوم ما تموت بقى هنقول عليه ايه؟ مستراح او مستريح منه. هذه هي اخبارها باخلاقك بايمانك بتعاملاتك. اسأل المولى تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا من امور ديننا ما جهلنا وان يجعل هذه الكلمة في ميزان حسنات اخي الحبيب عبد الله رحمة الله تعالى عليه. والله أنا ما كان لي أتكلم بس هو يعني جبر خواطر. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضاكم وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا. اللهم اغفر وارحم لوالدينا كما ربيانا صغارا. كما أسأله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحماته وأن يسكنه فسيح جناته. وشكر الله لكم السعي جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشكر باسمكم فضيلة الداعية الإسلامي صاحب الفضيلة الشيخ سيد غثاني. يتقدم بخلص العزاء لأسرة الفقيد صاحب الواجب الأدب الحاج بهاء العسوي، الحاج طلعت أبو صقر، عم الحاج بركات عبد المنعم بركات. كما يتقدم بخالص العزاء أستاذ علاء تركيا وصاحب الوجه البشوش دكتور أحمد الجاري. الإخوة الأكارم، نختتم هذه الليلة القرآنية المباركة بآيات بينات من الذكر الحكيم يطل بها علينا